رحب فيكم متابعين بي اس ان من منزل كابتن جاسم بهمن. كابتن جاسم بهمن غني عن التعريف، حارس منتخب الكويت السابق ونادي القادسية، والمعالج الشعبي وصاحب التوقعات الشهيرة. حياكم ويانا في هذا التقرير. حياك الله وحياكم الله. وفي بيتي، في ديوانيتي اللي انا عالج فيها واستقبل فيها المرضى، ولنا الشرف بعد البحار يعني على راسنا. كابتن، طبعا الاكثر دول الخليج لما يكون عندك انت بطوله الخليج يكون قبل 4-5 ايام هني الاجواء مشحونه. احنا بالكويت لا زال احنا يمكن يدوب اليوم امس اغاني وشغلات هذه، بس مو ذاك التشحين. كنت افتريتها بالسوق، شفتوا الناس يعني ما ادري ليش مثلا مو حاطين امل بفريق الكويت مثلا انه يفوز عشان تجيب لهم حماس. لكن طبعا احنا نتمنى نفوز على اساس ان حماسنا يكون طول السنين كلها بناخذ هالاسبوعين هذا. دام انت وغيرك تدعون، دام الرحمن يستجيب. احنا كل ما للاعلى واكثر شيء ما اسوي ادز بالانستغرام، على التويتر، عندي حساب خاص في اليوتيوب، انزل كل الاشياء اللي اسويها حق الناس. إفادة الناس. وكنت بالبحرين قبل حوالي 3 أسابيع، كنت عند ناس هم عالجتهم ورجعت. احنا من النوع اللي يطلبوننا الناس، يعني نروح عمان نعالج، نروح امارات، قطر، البحرين، السعوديه، وصلت ايطاليا، وصلت مصر، اروح حق ناس اعالجهم وارجع. هذا خدمتي حقهم. طبعا ما في مواقف انه تصير معك لان انت يجيك مريض يقول والله انا ما طبت، رحت عند فلان دكتور الصين، رحت تايلاند ما طبت، انت عنده تعالجه بربع ساعه الله يقومه وحركاته ويتغير. هذا مو موقف. الموقف اذا كان مثلا شنو الموقف؟ اذا انت عالجت واحد ما طاب او انشل او تعور او شالوه نقاله ودوه مستشفى، هذا كموقف. بس مع جاسم ما صار لي موقف بحياتي كلش. صار مره واحد قبل لا يدش توفى هناك عند الباب، قبل لا يدش عندي توفى عند الباب. اشوف عندي كاميرا، فيو الشرطه يو دقت على النعام يو المختار يو كل شيء، وطالعوا وزاره الصحه يو طالعوا. قلت مريات ترى كاب، شاف الفيديو. قلت ما دش عندي، مات الله يرحمه قبل، اسمه حميد بعد الله يرحمه، مات قبل يدش الباب. طاح هني والكاميرا صورته وانا فوق. هذا هم الناس ما خلت، ذبح وذبح. كابتن انا وقفت توقعت، بس احنا نتمنى ان الكويت تفوز، بس طبعا ان شاء الله ما نقول صعب. بس جاسم في باله الامارات والسعوديه، يعني الامارات السعوديه انا ما توقعاتي خليتها، يعني خليتها حق نفسي. بس يعني كفتك انت رياضي وتشوف الناس وتشوف الفرق وتشوف مستواياهم، فتقول انت تكفى ان البحرين الامارات والسعوديه هم يعني بعيني انا اكفى ان ياخذون الدوره. لكن اتمنى الدوره حق كل دول الخليج. هذا طبعا ما راح يصير، لكن اتمنى البحرين تاخذه، عمان تاخذه، الكويت تاخذه، العراق، السعوديه، قطر، امارات ياخذونه. بس لكن اخر شيء بيطلع واحد بيقول يشيل كاس ويفرح اهله وديرته. الامارات الاونه الاخيره فريقهم ما جيد، والسعوديه فريقهم قوي، يعني عندهم اداره بالاتحاد، ادارات الانديه يعني يتعبون على اللاعبين. والعراق، فريق العراق جيد، قطر فريقهم جيد، بطل اسيا وكان بكاس العالم، وبحرين خذ دوره الخليج قبل كم سنه. فانت على مستوى ما تشوف الحين المستويات الحين، اقول انا ارجح الامارات والسعوديه، انا ارجح منتخب البحرين الاونه الاخيره وايد جيد يعني. بس يعني احنا نتحسر انه ما دش كاس العالم. فكانت لي مره فرصه واحده اعتقد اللي يلعب مع وين ما ادري هذا، قلنا استانسه راح نطق دش ذاك ما دش البحرين. لان كل دوله خليجيه توصل كاس العالم توصل، انت فرحك كلها الخليج. يعني شوف يوم الكويت 82 دشينا كاس العالم الخليج كله فرحنا، يوم السعوديه دش كاس العالم الكل استانس، قطر نفس العمليه، الامارات، فالكل يستانس لان هذا اخوك. ولان احنا الخليج دائره كلنا بيد واحد، فكلنا اذا اخذ كلنا مستانسين. عكس مثلا والله هذاك اسيوي، والله مثلا البحرين لاعبين جيدين ماني عارف، ما في قائد قوي عندهم داخل ككابتن يهزهم، احترام الملعب داخل
لان انا ككابتن لما اكون انا كابتن عود اطالع لاعبيني يعرفون شنو داخلي، يسووا اللي انا بيه واللي البحرين تبيه والديره تبي شنو. طبعا انت اذا وصلتوا رفعتوا راس الملك، هذا المقصد منه يعني. والله كابتن البحرين اكبر مني انا اعطيها كلمه، بس هذه ديرتي. يعني انا مو بس كويتي، انا كويتي سعودي بحريني قطري اماراتي عماني، انا خليجي. فالبحرين مو من الحين، يعني من الحين بطلنا عيني البحرين. اول مره رحت البحرين 74 رحنا بالباص لعبنا مع الفيلم المحرق، كنت انا تحت 17 نادي قادسيه. فالبحرين ديره عريقه من حكامها من ملكها من شعبها. يعني انا قبل 3 اسبوعين او 3 رحت البحرين، يعني اللي وداني خذاني عشان اعالج اهله، ما خلى شيء ما سوى لي. وكل ما وديت يشوف بحرينيين يطالعني يصور معاي، مع ان انا يعني رايح اعالج. السوق قالوا والله ما تدفع يا ولد الحلال ابدا. انا رايح بجنطتين رجعت ب6 كلها حلويات وشويط ومياد شغلات. فالبحرين عندهم كرم عندهم احترام حق كل دول الخليج، بس بحرين شعب يعني عمي اذا عندك جرح كتت بحريني يطيب الجرح. هذا البحرين من مكة جاسم من زمان من 74. هذا المقصد.